الموبايل ده اسمه Nothing Phone 1 من شركة جديدة اسمها Nothing، واللي عمل الشركة دي هو واحد من مؤسسي شركة وان بلس، طبعا كلنا عارفينها. المهم ان الراجل ده نجح في انه يلفت نظر العالم كله لأول موبايل من انتاج الشركة، وده عن طريق انهم عملوا تصميم ما شفناهوش قبل كده في اي موبايل تاني، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي قبل ما نتكلم على مزايا وعيوب الموبايل. سعر الموبايل حاليا حوالي $400 لأقل نسخة، يعني تقريبا 8000 جنيه مصري. تعالوا مع بعض نشوف تصميمه العجيب، لكن عايزك الأول تنزل تعمل لايك لأنه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. تعالوا بقى نتكلم شوية على شكل الموبايل. أولا الظهر جاي بتصميم شفاف، زجاج شفاف تحتيه تصميم هندسي معين بيديك إحساس إنك شايف المكونات الداخلية للموبايل. شكله جامد أوي الحقيقة، لكن Nothing Phone ما اكتفتش بكده، زودوا كمان في الظهر خطوط من الليدات بتنور باللون الأبيض علشان تحسسك إنك ماسك موبايل من الفضاء مثلا. الجامد في الموضوع هو طريقة استخدام الليدات، يعني مثلا الموبايل نازل فيه 10 نغمات اتصال متوافقة مع الليدات بحيث تنور بشكل يناسب اللحن بتاع النغمة، ونفس الكلام بالنسبة للإشعارات، في 10 أصوات للإشعار متوافقة مع الليدات برضو. ده غير استخدامات تانية للليد، زي إنها بتديك مؤشر للبطارية وإنت بتشحن الموبايل، وزي إنك ممكن تستخدم الليدات أثناء التصوير بالموبايل لو مش عايز تستخدم الفلاش الخلفي. طبعا إنت ممكن تشوف إن كل ده مش هيفرق معاك لأنك في معظم الوقت بتحط الموبايل على ظهره، بالتالي مش هتبقى شايف الليد أصلا. لكن أنا شايف إنها حاجة جديدة بتكسر حالة الملل الموجودة دلوقتي في تصميمات الموبايلات اللي بقت كلها شبه بعض. لكن بعيدا عن الظهر العجيب للموبايل، عايز اقولك انك وانت ماسك الناثينج فون هتحس انك ماسك ايفون بالظبط. الموبايل واخد نفس طريقة تصميم وحجم الايفون، بالذات الفريم الخارجي وشكل الكاميرات، حتى الواجهة الامامية حوافها شبه الايفون. الحاجة الوحيدة المختلفة هنا هي شكل النوتش بتاعة كاميرا السيلفي. خامات تصنيع الموبايل ممتازة، ظهر من الزجاج وفريم من الالومنيوم. وزن الموبايل معقول 193 جرام، وسمكه كمان كويس 8.3 مللي. بعد ما شفنا التصميم العجيب للموبايل، دلوقتي بقى هنعامل الموبايل كأي موبايل عادي وهنحكم عليه من خلال المميزات والعيوب. هنبدأ بالمميزات القوية، وأول ميزة فيهم هي الشحن اللاسلكي. من مفاجآت الناثينج فون إنه بيشحن شحن لاسلكي بقدرة 15 واط. طبعا وجود الميزة دي في الموبايل تعتبر حاجة قوية جدا، لأن في السعر ده مفيش موبايل بيشحن شحن لاسلكي. ومش بس كده، ده في كمان شحن عكسي بقدرة 5 واط، بحيث لو عايز تشحن سماعة أو ساعة ذكية. أما تاني ميزة قوية في الموبايل فهي الشاشة. شاشة الموبايل قوية في كل مواصفاتها، حجمها أكتر من 6.5 بوصة، وبتيجي من نوع أوليد، دقتها فول HD وبتردد 120 هرتز، وبتدعم كمان خاصية ال HDR 10+. تجربة المشاهدة عليها قوية جدا من حيث التفاصيل وتشبع الألوان، وتجربتها ما تقلش عن موبايلات الفئة المتوسطة العليا من شاشات سامسونج مثلا. حتى إضاءتها عالية بتوصل ل 1200 نتس، فمش هيكون عندك معها أي مشكلة في الأماكن اللي فيها شمس قوية. التردد ال 120 هرتز هنا باين جدا في الشاشة، وعامل فرق فعلا في سلاسة التصفح على الموبايل. ده غير انه شغال بشكل دايناميك او متغير بحيث يوازن ما بين التردد واستهلاك البطارية. وطبعا لان نوع الشاشة أوليد فهتلاقي فيها خاصية الأولويز اون ديسبلاي. ندخل على ثالث ميزة قوية في الموبايل، وهي المعالج والأداء العام. الموبايل نازل بالمعالج الأقوى في الفئة المتوسطة العليا، سناب دراجون 778 مع 8 جيجا رام بالنسبة للنسخة اللي معانا، وفي نسخة 12 جيجا رام. الرامات هنا بتيجي من نوع سريع DDR5، والذاكرة الداخلية كمان نوع UFS 3.1، والموبايل بيدي تقييمات عالية على تطبيق أنتوتو. طبعا بما ان الشركة جديدة، بالتالي اول مرة نجرب الواجهة بتاعتها واللي نازلة باسم Nothing OS. الحقيقة التجربة هنا سلسة وسريعة جدا، مش هكون ببالغ لو قلتلك ان ده اسرع موبايل انا جربته راكب فيه المعالج ده. تجربة التصفح وفتح وقفل التطبيقات والانتقال ما بينها تجربة خفيفة جدا. طبعا الواجهة لسه جديدة وهتتحسن اكتر مع التحديثات، لكن في الوقت الحالي انا ما لاحظتش فيها عيوب او تهيسات جامدة ممكن تضايقك في تجربة الاستخدام، فهي بالنسبة لي واجهة كويسة. وطبعا المعالج ده معروف بأدائه القوي في الألعاب، وإنه بيشغل الألعاب على إعدادات جرافيك عالية. كول اوف ديوتي آخرها جرافيك فيري هاي وماكس فريم ريت، ودي أعلى إعدادات في اللعبة. PUBG بتشتغل لحد HDR جرافيك وألترا فريم ريت، والاتنين أدائهم كان ممتاز، وما لاحظتش إن الموبايل بيسخن أثناء اللعب.
اما الميزه اللي بعد كده ليها علاقه بالاداء برضه، وهي البصمه. الموبايل جاي ببصمه مدمجه في الشاشه، وعلشان اختصر النقطه دي انا كنت بعتبر موبايلات اوبو هي رقم واحد في سرعه استجابه بصمه الشاشه، لكن بعد ما جربت الناثينج فون بقى هو بالنسبه لي رقم واحد في الجزئيه دي. البصمه هنا سريعه جدا. وصلنا لخامس ميزة قوية وهي السبيكر. الموبايل طبعا جاي بسبيكر ستيريو، وده عادي دلوقتي، الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت. لكن اللي عجبني هنا ان الصوت جودته ممتازة ومجسم فعلا وتفاصيله كتير، ومتوزع بشكل متوازن جدا ما بين السماعتين. ده غير ان درجة الصوت عالية ومسموعة بوضوح. الحقيقة السبيكر هنا من اقوى مزايا الموبايل. اما سادس ميزه قويه هنا هي شبكه الواي فاي. الموبايل شغال بتقنيه واي فاي 6، ودي ميزه مش اول مره نشوفها، لكن من خلال تجربتي الواي فاي هنا اقوى واداؤه ممتاز، وبيلقط من على مسافات ابعد من معظم الموبايلات اللي جربتها. وصلنا لاخر حاجه في المزايا القويه، وهي امكانيات تصوير الفيديو بالكاميرات الخلفيه، واللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. ده تصوير فيديو بموبايل ناثينج فون 1. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفيه لحد دقه 4K على 30 فريم في الثانيه، بالكاميرا الاماميه لحد دقه فول HD على 30 فريم في الثانيه. المفاجاه او الحاجه الكويسه هنا جدا ان الموبايل بيدعم التثبيت البصري زي موبايلات سامسونج، التثبيت البصري مش تثبيت الكتروني فقط. اما كده فبنصور على دقه ال 4K ومفعلين التثبيت البصري فقط بدون تثبيت الكتروني. الصوره ثابته بشكل كبير، وواضح ان التثبيت البصري شغال كويس وفعال مع دقه ال 4K كمان، مش بس مع الفول HD. كده احنا مفعلين خاصيه التثبيت الالكتروني مع التثبيت البصري، وانا بحرك الموبايل كده جامد جدا. يعني المفروض الصوره تكون بتتهز جامد قوي، معرفش هتبقى عامله ازاي في الفيديو، ولكن اتوقع ان هي تكون ثابته بشكل كبير. من ضمن مزايا تصوير الفيديو هي وجود مؤشر في ظهر الموبايل بينور باللون الأحمر أثناء التسجيل، وده مفيد لو كنت عايز تصور نفسك بالكاميرات الخلفية. ده غير كمان وجود وضع ليلي في تصوير الفيديو، واللي بيفرق في جودة الصورة لو بتصور في إضاءة ضعيفة. طبعا الموبايل من خلال التجربه كتصوير فيديو ممتاز في الكاميرات الخلفيه في كل حاجه، يعني كل حاجه في الكاميرات الخلفيه في الفيديو ممتازه، ولكن كان ينقصه ان السيلفي كمان يكون بيدعم على الاقل التثبيت الالكتروني علشان يعني تاخد تجربه قويه في تصوير الفيديو بكاميرا السيلفي. دي كانت اقوى مميزات عجبتني في الناثينج فون 1. دلوقتي بقى هقول لك بسرعه على تجربتي مع حاجات مهمه زي البطاريه والشحن والشبكات والكاميرات. بس ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناه. هنبدأ أول حاجة باستهلاك البطارية. حجم البطارية في الناثينج فون 4500 ملي أمبير، واستهلاكها كويس بالنسبة لشاشة كبيرة بتردد عالي. باستخدام فوق المتوسط وعلى تردد شاشة 120 هرتز، الموبايل عمل معايا حوالي 7 ساعات شاشة مفتوحة. طبعا المعالج بيساعد في توفير الطاقة لأنه جاي بدقة 6 نانومتر. أما بالنسبة لزمن الشحن فالموبايل جاي بقدرة شحن 33 واط، ولو شحنته بشاحن 33 واط هيشحن من 0 لحد 100% في حوالي ساعة و10 دقايق. ده غير طبعا وجود خاصية الشحن اللاسلكي اللي اتكلمنا عنها من شوية. لكن في حاجة بخصوص موضوع الشحن هقولك عليها لما نوصل للعيوب. ندخل بقى على تجربة إجراء المكالمات، وهنبدأها بالشبكة. شبكة المكالمات كانت شغالة معايا بشكل كويس جدا خلال فترة التجربة، وما قابلتش معاها أي مشكلة، ودي حاجة معروفة عن معالجات سناب دراجون. بس عموما دي حاجة بتحتاج استخدام فترة طويلة وهتبان أكتر مع الوقت. وصوت سماعة المكالمات عالي وواضح ومفهوش أي مشكلة. الموبايل كمان فيه مايك للضوضاء بحيث الصوت يوصل للي بيكلمك بشكل أوضح لو كنت بتتكلم في مكان دوشة. لكن من ضمن المزايا القوية إن الموبايل فيه مستشعر تقارب حقيقي، ومش بيعتمد على السوفت وير فقط زي معظم الموبايلات دلوقتي، وده مخلي أداء الاستشعار كان شغال معايا بشكل كويس خلال فترة التجربة. ولكن برضو دي حاجة هتبان أكتر مع الاستخدام الطويل. هتلاقي كمان في الموبايل خاصية تسجيل المكالمات، ولكن بيتم إبلاغ الطرف الثاني لما بتبدأ تسجل المكالمة زي معظم الموبايلات دلوقتي. وآخر حاجتين معانا قبل ما نشوف صور الكاميرات هي إنه بيحتوي على وجود خاصية ال NFC، واللي بدأ يكون ليها استخدامات كتير دلوقتي. ده غير طبعا إنه بيدعم تشغيل شبكة ال 5G، وأنا خليتها للآخر لأننا في مصر ما عندناش 5G أساسا. وصلنا لآخر حاجة معانا في التجربة قبل ما نقول العيوب، وهي صور الكاميرات. الموبايل بيحتوي على كاميرتين خلفيتين، كاميرا أساسية وكاميرا عريضة. مفيش بقى شغل 3 و4 كاميرات وكلام ملوش لازمة. الكاميرا الأساسية دقتها 50 ميجا بكسل بمستشعر قوي من شركة سوني. الحقيقة أنا كنت متوقع نتيجة مش قوية لكاميرات الموبايل، وده لأني عارف إن مؤسس الشركة واحد من مؤسسين شركة وان بلس، وموبايلات وان بلس معروف عنها إنها بتطلع صور بجودة مش أحسن حاجة. ولكن أنا فوجئت هنا بأداء قوي لمعالجة الصور، خصوصا في الكاميرا الأساسية. تشبع الألوان كويس والتفاصيل ممتازة. ومن أكتر الحاجات اللي عجبتني هو تعامل الكاميرا مع الإضاءات العالية المباشرة. الدايناميك رينج ممتاز، والصورة بتحافظ على التفاصيل والألوان. طبعا ما زالت سامسونج في المقدمة، لكن تقدر تقول إن الكاميرات هنا بتنافس
بينافس حاجة زي شاومي مثلا. تصوير الكاميرا في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة معقولة، ولكن في وضع ليلي في الموبايل وشغال بأداء قوي جدا وبيحسن كتير من إضاءة وحدة الصورة وبيزود التفاصيل. خاصية العزل في معظم الظروف كانت شغالة بشكل كويس وبتحدد الأطراف بدقة عالية. أما الكاميرا التانية في الموبايل زي ما قلت لك هي كاميرا عريضة، دقة الكاميرا 50 ميجا بكسل برضه، وده رقم كبير بالنسبة لكاميرا وايد أنجل. معالجة ألوانها حلوة، وفي معظم الظروف هتديك ألوان قريبة جدا من ألوان الكاميرا الأساسية، ولكن لأن فتحة العدسة فيها ضيقة فتصويرها في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة متواضعة. لكن الحاجة الحلوة إن الوضع الليلي شغال هنا كمان مع الكاميرا العريضة، ولو فعلته بيزود كتير من تفاصيل وحدة الصورة. أما آخر كاميرا معانا في الموبايل هي كاميرا السيلفي، واللي بتيجي بدقة 16 ميجا بكسل. من حيث معالجة الألوان فتعتبر كويسة جدا، وبتنافس بعض كاميرات السيلفي في موبايلات سامسونج. وكمان الدايناميك رينج بتاعها وتعاملها مع الإضاءات العالية في الخلفية تعامل ممتاز، ولكن لأن فتحة العدسة فيها ضيقة برضه فتصويرها في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة مش حلوة خالص. الصورة بتبقى مليانة نويز زي ما انت شايف، والوضع الليلي بيحسن الصورة شوية، ولكن برضه بتفضل نتيجتها مش أحسن حاجة. كده خلصنا تجربة الموبايل، فاضل بقى انك تعرف العيوب او الحاجات اللي ممكن تضايقك لو اشتريت Nothing Phone 1. اول حاجة في العيوب هي ان الشركة في اول موبايل ليها مشيت على خطى ابل في الايفونات الجديدة، ونزلت الموبايل في العلبة من غير شاحن. كل اللي هتلاقيه في العلبة هو كابل شحن، بالتالي لازم انت تشتري راس شاحن، وتشتري كمان جراب للموبايل لانه معهوش جراب. العيب التاني في الناثينج فون هو انك ما تقدرش تركب كارت ميموري، مفيش مكان اصلا لكارت الميموري، بالتالي هتعتمد على المساحة الداخلية فقط. اما العيب الثالث في الموبايل هو انه ما فيهوش مخرج سماعه 3.5 مللي. ممكن ده ما يكونش عيب عند بعض الناس، ولكن ما زال في ناس كتير بتفضل وجود مخرج سماعه. واخر عيب في الناثينج فون هو بالنسبه لي مش عيب، لكن هقوله علشان بعض الناس بتسال في الجزئيه دي، وهو ان الموبايل ما فيهوش راديو FM. دي كانت تجربتي لاول موبايل من شركه ناثينج، واكتر موبايل لفت الانظار بتصميمه العجيب. لو مش متابعني على صفحه الفيسبوك فانت فايتك كتير، لانك هتلاقي فيها كل اخبار الموبايلات الجديده. ولو عايز تشوف صور كاميرات الموبايل ده بنفسك هتلاقيها على حساب الانستجرام بتاعي، وكل الروابط موجوده تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.